الفرق يا هندسة بين ان انا اخد معاك المحتوى اللي انت بتقدمه او اشوفه من على اليوتيوب او اخده مع اي حد تاني غيرك؟ والله هو في الحقيقة مفيش فرق. هقول لك على حاجة، ايه الفرق تاخد كورس لغة انجليزية على اليوتيوب او تاخده في الجامعة الامريكية؟ هل مثلا هيقول لك لا والله هي ام وايز وار زائد فيرب زائد اي ان جي، واحد تاني هيقول لك لا هي حاجة تانية؟ مستحيل، صح؟ طيب الفكرة فين اللي بيختلف ما بين شخص وشخص تاني؟ التطبيق والشرح. طيب معنى كلامي ايه؟ لو انت عندك القدرة انك تتعلم من خلال التشانل اللي موجودة على اليوتيوب، يلا دوس، ما تاخدش ولا معايا ولا مع غيري، والله العظيم. لو انت من الناس اللي زي حالاتي، اتعلم حاجة اروح اتعلمها، ما بحبش اروح اخدها من على اليوتيوب، انا كده. فلما احب اخد اي معلومة اروح مع حد، يلا نشرحها مع بعض واطبق معاك. من هنا ظهرت فكره الورشه، اللي هو ايه، تعالى نتكلم في الحاجات التكنيكال، تعالى لو انت واقع منك حاجه نتكلم فيها وطبق يا باشا. عامل لك يوم الشرح ويوم تاني ممارسه، انت قاعد ساعه او ساعتين في الممارسه ده انت بتطبق اللي انا قلته لك. انت هتطبق هنا، ممكن حد تاني ما يوفرلكش التطبيق، مش عشان هو وحش، لا، هو ما عندوش القدره على ده. انا مثلا واخد فرعين عشان التطبيق، يعني انا واخد فرع في مدينه نصر، واخد فرع في اكتوبر، عشان تيجوا تطبقوا. انا عامل لك ده عشان بفضل الله تيجي تطبق بالفعل اللي انت درسته واللي انت خدته بالفعل معانا في الشرح.